أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات القصة لأحمد عكر. كام يوم ورجعت أعاود العمل في مكتبي اللي هو في البيت اللي بيني وبينه أمتار. وبدأت أشتغل، أستقبل العملاء، أعمل إعلانات، أستنى الناس تجيلي وبتاع. في الفترة دي اتصل بيا صديقي مينا تاجر قماش وعنده كذا محل، وفي صداقة تربطني بيه مثلا كانت حوالي وقتها يعني حوالي 10 سنين. فقال لي يا أحمد أنا عايزين نتقابل نحكي في شغل وكده. فقلت له تعالى لي المكتب. فجالي المكتب، قعدنا. يا احمد انا عايز اسافر الصين. قلت له ما فيش مشاكل، تدفع عربون نتحرك، ما تدفعش يبقى الكلام ده ايه، كلام ملوش لازمه. اديك انت شايف، انا اديني جبت شغل وسافرت الصين مرتين، يعني انت مش بتكلم هاوي. قال لي خلاص. الراجل غاب كام يوم ورجع جاب لي 100,000 جنيه. اخدت الفلوس واخدت الباسبور بتاعه، وبدأنا نجهز ان احنا نسافر الصين لتالت مرة. مينا رغم الصداقة اللي بيني وبينه إلا إنه الراجل يعني في الشغل ما يعرفش حد. قال لي بص يا أحمد، يعني أنا هديك فلوس، فأنا أستأذنك تمضي لي على شيك بالمبلغ اللي أنت أخدته. أنا قلت له ما فيش مشاكل. رحت ماضي على الشيك، وبدأنا إيه، نشوف هنسافر إزاي. يمكن في وقتها لما مينا قال لي امضي على شيك بالمبلغ، أنا زعلت، يعني صداقة بيني وبينه وكده وبتاع. لكن بعدين بصراحة احترمتها جدا. أنا في الفترة اللي بجهز فيها الورق للسفر للصين لتالت مرة أنا ومينا، اتصل بيا العميل الأولاني بتاع تجهيز المحلات، عاوز يطلب أوردر تاني. فحلو جميل، يعني مش لازم نسافر الصين، ممكن نخلصه أونلاين وإحنا الشركة عارفينها وكده وبتاع. الراجل دفع عربون برضو، ورحنا إيه، بعته للشركة وبدأنا نشتغل على الطلبات اللي هو عاوزها على ما أسافر الصين. أبدأ إيه، اخلص باقي الشغل واتمم على الاوردر والشغل. بعتنا الباسبورات لشركة السياحة كام يوم، والباسبورات رجعت فيها التأشيرة. يلا نحجز. حجزنا التذاكر في نفس الفترة اللي بيقام فيها معرض كانتون. ومعرض كانتون معرض في الصين دولي، بيقام مرتين في السنة داخل الصين، بيعرض شركات كتير جدا وبيتعرض في جوانزو. وانا كنت تقريبا رحته قبل كده، فقلت ان موضوع المعرض ده هيفتح لنا ابواب كتيرة، وهنقدر نزور شركات كتيره ومصانع كتيره واحنا ايه، ما اتحركناش بره جوانزو. المهم حجزنا ورحنا سافرنا وتوكلنا على الله. سافرت الصين انا ومينا لتالت مره، وكنت انا المرشد السياحي والتجاري في الرحله. اللي هو يعني اعرف الصين عن ظهر قلب. وانا في الحقيقه ما كنتش اعرف يعني غير شارعين، يعني استخدم المترو، اروح مثلا الشارعين اللي حوالين الفندق، المسافة من المطار للفندق، حاجات بسيطة يعني. لكن كنت بعرف استخدم المترو، في حين ان ناس كتير كانت بتخاف تستخدمه لان المحطات شبه بعض وفي لخبطة كتير يعني. لكن في الفترة دي كان عندي الثقة الكاملة والثقة التامة ان انا اتحرك جوه الصين، وان انا احجز تذاكر من غير خوف ومن غير مقلق يعني ولا اي حاجة. والخوف بتاع السفر بدأ يتلاشى تماما، يعني ما بقتش اصلا يعني ما بقتش حاسس ان انا بخاف ان انا احجز تذكره او اسافر بلد غريبه او اي حاجه. وبصراحه ما كنتش بحس ان الصين بلد غريبه يعني، كنت عارف حاجات كتير فيها. لكن بصراحه في الرحله دي انا كنت بس خايف ان انا ما اقدرش اوصل المنتج بتاع مينا لمصر. ما كنتش اعرف الاجراءات في مصر هتتم ازاي، فكنت خايف جدا. ليه؟ لان لو ما توفقتش في الرحله دي هيتهد مستقبلي. انا كل مره بسافر لوحدي، فبقول انا يعني ما فيش زيي، انا بطير في الجو. لكن المره دي مينا جاري وفي نفس الشارع، فهيحكي كل حاجه. فلو ما توفقناش، مجرد الحكاوي خلاص الناس فقدت الثقه فيا. وهو يعني تجاريا اتقل مني لان هو في السوق فاتح محلات والناس عارفاه اكتر مني يعني وصلنا المطار، اخدنا المترو، وصلنا الفندق، نمنا، ريحنا شويه. اول ما صحينا مينا بيسالني بكره هنروح فين؟ فانا قلت له لا، بكره راحه.
قال لي يا عم راحت مين يا عم، الوقت هيفوت علينا واحنا لسه يعني عايزين نشتغل وما عملناش حاجه. فقلت له لا ما تقلقش بكره راحه. انا اخدت اليوم ده راحه، لان انا بصراحه ما اعرفش القماش ده بيتباع في اي بلد، وما اعرفش بيتجاب منين، ولا اعرف اي تفاصيل عنه، وما ذاكرتش يعني هجيبه منين او هعمل ايه الفتره اللي وانا في مصر. فقلت اخد اليوم ده راحه، ابدا ايه ادور هعمل ايه. كان الحل الامثل بالنسبه لي ان احنا نروح معرض كانتون. المعرض كبير وفيه شركات كتير، في بارتيشن كبير جدا للقماش، فهنتوفق ان شاء الله.